السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة استوقفتني النهاردة اللقطة اللي جابوها واتكلمت عليها الميديا كتير قوي، اللي هي اللقطة بتاعت كابتن الخطيب وهو واقف عشان يدي اللعيبة الدعم ويسلم عليهم لاعب قبل مباراة سان داونز في جنوب أفريقيا النهاردة. والناس كلها علقت وأشارت للقطة اللي هي بتاعت العلاقة الأبوية التي تتسم بالشياكة بين الأهلي وبين اللاعبين بوجه عام، وحتى اللاعبين اللي هم علاقتهم بالأهلي انتهت مع أكرم توفيق. بصراحة لقطة بمليون حكاية، لقطة بمليون معنى. ليه استوقفني الموضوع دوت؟ استوقفني لأن ظروف أكرم توفيق هي قريبة جدا من ظروف أحمد السيد زيزو في الزمالك. الاتنين لعيبة كبار، الاتنين لعيبة ليه مهمين، الاتنين العادي الناديين غلطوا فيهم المفروض إن هما كانوا يجددوا من سنة، بس دوت ما حصلش. الأهلي تباطأ، أنا أهلاوي بعترف، الأهلي تباطأ في التجديد لأكرم توفيق. كان المفروض قبل ما العقد يخلص بسنة، انتظر للحظات الأخيرة. والزمالك كان عنده فرصة ذهبية إنه يبيع أحمد سيد زيزو ب6 مليون دولار لنادي سعودي، ورفض خوفا من زعل الجماهير، مع إنه كان في أمس الاحتياج للفلوس ديت، وكان جايله عرض هايل ولا أروع، كان هيفك أزمة كبيرة ويجيبوا لاعبين اتنين أو تلاتة من الطراز الرفيع، ولكن هذا لم يحدث. انتظروا للآخر. ولكن إيه الفرق؟ فرق الإدارة وفرق الاحترافية في التعامل بين الناديين، عشان تعرفوا ليه الاهلي في الوضع دوت وليه الزمالك في الوضع دوت. الاهلي جاب اكرم توفيق، قال له انا سقف المرتب بتاعي بالكتير مش هيزيد عن 15 20 مليون جنيه، بعد ما عرف ان هو جاي له عرض من نادي الشمال القطري ب 30 مليون او اكتر في السنة. take it or leave it, agree or disagree, deal or not deal. ده اللي حصل من إدارة الأهلي. أكرم توفيق أصر وعايز يأمن مستقبله الراجل، وقال لك أنا لأ، أنا جايلي عرض أفضل، أو أنا الفلوس اللي هاخدها أفضل من الشمال القطري، فأنا مش هكمل. اتعامل ازاي إدارة النادي الأهلي؟ بكل بساطة اتعاملت بكل احترافية، لاعب محترف وبياخد فلوس من نادي، تعاملوا بكل احترافية وكمل إلى الآن، وهو فاضل له إلى الآن أكرم توفيق بيجيد وبيلعب لاعب أساسي، رغم إن هو علاقته بالأهلي شبه منتهية. كان الوضع الطبيعي يبقى فيه زي كومبرومايزنج كده، يبقى فيه مساومة، ما حصلش. إن يبقى فيه تعامل سيء، ما حصلش. وزي ما شفتوا لآخر دقيقة الكابتن الخطيب مع أكرم توفيق كانت أجمل وأحلى عنوان لمعنى يعني إيه إدارة محترفة بتتعامل بكل احترافية وبشفافية. في الجانب الآخر الزمالك هو ما جددش لزيزو، معهوش فلوس زيزو. لما جت يعمل مساومة معاه عشان ينزل فلوس، نزلها لحد ما قدرش يكمل. زيزو ليه فلوس قبل كده عند الزمالك مش عارف ياخدها. والد زيزو بيبص مصلحة ابنه، زيزو اتعامل أسوأ معاملة. وكانت لقطة معبرة جدا عشان تقارنوا بين الأهلي والزمالك وتعرفوا الفرق الكبير بين الأهلي والزمالك كسلوكيات وكاحترافية إدارية. الأهلي لآخر لحظة مع أكرم توفيق بيسلموا عليه وبيلعب اللاعب أساسي ومفيش أي مشكلة، وخلاص على وشك إن هو يمشي من الأهلي عادي خلاص تمام، وجود لك لأكرم توفيق. في الناحية التانية أحمد سيد زيزو اتنكل بيه واتحط تحت ضغط واتحارب واتهان، وكانت أكبر لقطة معبرة للتاريخ لما واللي عملها ناس من الزمالك وهي مصورة العمال وهم بينزلوا من على سور النادي، سور اللي بيحطوا عليه صور الأساطير بتاعتهم، صورة أحمد سيد زيزو، وبتترمي على الأرض وبيدوس عليها بالجزمة بتاعته. دي عن تعمد ومصدرة للإعلام عن تعمد ومبعوثة عشان تبصوا احنا جامدين ازاي. يجي تشوف الأهلي لما بيجي يخاطب الرأي العام أو الجمهور الأهلاوي، ليه متحدث رسمي بيطلع يتكلم في الأمور الشائكة، مفيش حد غيره، يا إما الكابتن الخطيب ده ولو كل ما نظر يعني لما تحصل حاجة زي كده. بصوا في الزمالك مين اللي بيتكلم؟ كابتن حسين لبيب
هو المفروض ان هو لو ما فيش متحدث اعلامي زي الاستاذ احمد سالم، هو بيكلم استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي المفروض، بيكلم كابتن حسين لبيب، وبيكلم كابتن استاذ عمرو الجنايني اللي هو ملوش صفه في النادي، وبيكلم الكابتن ميدو اللي ماسك السكاوتنج دي ملوش اي صفه بيكلم الاستاذ ايمن ممدوح عباس. كل دول بيتكلموا في قضايا شائكه، كلهم اتكلموا في قضيه زيزو وكلهم داروا بداروهم. والكابتن عمرو الجنايني انا خدت زيزو وقعدت معاه، وكابتن ميدو انا اصلي اتكلمت مع ابوه، وهلم جرى عشان عرفتوا فين الفرق بين الاهلي والزمالك. الفرق كبير اوي، الفرق سنوات ضوئيه، الفرق ناس بتشتغل على اساسيات وبتشتغل باحترافيه. عشان كده انتوا مش الاهلي، وعمركم ما هتوصلوا الاهلي طول ما الدنيا بتدار بهذا الشكل، رغم ان الزمالك فيه كوادر عظيمه جدا تقدر تقوم بهذا الدور، ولكن ادوا العيش لخبازه، واللي يمسك ما يكونش بيبص المناصب ولا بيبص للحديده اللي هي بتجنن ناس كتير، يكون باصص لمصلحه الزمالك والزمالك فقط. النقطة التانية بقى والمهمة برضو اللي أنا عايز أتكلم فيها إزاء اللي هي قنوات بين سبورت. ما ينفعش للسادة المسؤولين قنوات بين سبورت تفرض علينا المذيع الزملكاوي المتعصب محمد علي إن هو يذيع. الشوالي أحسن منه، أي مذيع عربي بيذيع مباريات للأهلي بيبقى أكثر روح واكثر حلاوه واكثر حياديه واكثر متعه لكل جماهير الاهلاويه. انتوا فارضين علينا محمد علي ليه؟ محمد علي دوت اولا شخصيه ممله جدا، زملكاويه جدا، بيتمحك يعني ماتش للاهلي اللي هو سيد اسياد افريقيا بالارقام، مش كل شويه اي مناسبه بيروح مدخل اسم الزمالك وكبيري الدوله المصريه. هو لا، ما فيش كبيرين، هو الاهلي هو كبير مصر وافريقيا، هو ما فيش التاني معاه. حضرتك اللي بتتكلم عليه دوت من 2002 ما خدش بطولة افريقيا، فما تدخلوش. وانتصارات الاهلي دائما قطبي الكرة المصرية، الاهلي وكم مرة فازوا مش عارف على اندية السعودية، لا ما هم مش قطبي ولا حاجة، هو في قطب اوحد، هو القطب الاقوى والاعظم والاكثر سيطرة على الكرة في افريقيا وفي الدول العربية النادي الاهلي. ما تجيبليش سيرة وتقول لي ما تدخلش، ما تمحكوش في الاهلي. نفس القصة، الأهلي غني بأبنائه، مش محتاج إنه في استوديو تحليلي يجي واحد كاره للأهلي زي عامة بقى، سواء في بين سبورت أو في أون تايم سبورت، إنك تجيب لي واحد زي أيمن يونس الفيلسوف. هو فيلسوف طبعا ولا حاجة، أيمن يونس ما عملش حاجة في حياته غير الأهلي غني بأبنائه، فلا تستفزوا مشاعر الأهلاوية. ولو انتوا في ماتش للزمالك او حاجه تخص الزمالك، الاهلي لا يتمنى ان هو يشوف حد من الاهلي بيعمل تحليل للمطوشه او بيذيع ماتش للزمالك. اتمنى دي تتحط في الحسبان، سواء في اون تايم سبورت بتبقى رخمه قوي وبايخه قوي، اجيب واحد زي ميدو كاره ناقم ساخط على الاهلي، حاقد على الاهلي، وتجيبوا لي حل الماتش الاهلي. لا يا عم مش عايزينه، الا لو ماتش الاهلي والزمالك هتجيب حد من هنا ومن هنا، انما الاهلي اللي بيلعب، الاهلي اللي يمثل لا يمثله الا ابنائه. ما تجيبليش حد يتكلم على الاهلي وهو كاره وهو حاسس بان هو الا جنب الاهلي.